كونيتشوا ميناسان، معاكم ميكو تشان. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا برنامج مهم جدا للموبايل اسمه بريزم. بنعمل بيه ايه البرنامج ده؟ بنشتغل بيه مجال الفيديو بكل بساطه. طب ايه الفرق بينه وما بين فيديو ستوديو؟ البرنامج ده بيشتغل من غير ما يحتاج يشوفك نهائيا، يعني مش محتاج كاميرا، لا مش محتاج كاميرا خالص. يعني لو الكاميرا الاماميه بتاعتك عطلانه فده الحل بالنسبه لك. طيب بيشتغل ازاي؟ طول ما هو سامع صوتك فهو بيفتح بق الكاركتر بتاعتك وبتتحرك معاه. شايفين الصوت التردد اللي في الجنب ده؟ طول ما هو سامع فهو بيحرك بقه معاك. في عندنا خصائص في الجنب وخصائص فوق، فمن خلال الشريط اللي تحت نقدر نختار الكاركتر بتاعتنا، ومن خلال اللي في الجنب برضو كمان نقدر نختار. انا عامله صيحه الفيديو، يعني انا عايزه فيديو بس هظبط اول الكاركتر بتاعتي. فمن الترس اللي كان موجود في الجنب اقدر اختار الكاركتر بتاعتي. طبعا الابليكيشن للاسف هو مش مسموح فيه ان احنا نرفع كاركتر بتاعتنا، لا احنا الكاركتر اللي موجوده فيه بنستخدمها لان هي تابعه للبرنامج. تمام. فدي شكل الكاركتر اللي احنا بنشوفها مع بعض، هتشوفوها حاليا. في منها اولاد وفي منها بنات. في برضو البنت دي. طبعا كل كاركتر تحبوها ممكن تبداوا تحملوها. الشخصيات طبعا في منها ال 2D وفي منها ال 3D، في منها الحاجات البسيطة زي دي مثلا، وفي منها الحاجات اللي هي معقدة أكتر. ف يعني لا بأس بحاجة زي دي تبدأ بيها، انت مش محتاج كاميرا أصلا. طول ما الابليكيشن سامعك وطول ما انت بتتكلم خلاص الأمور كده تمام. البق هيتحرك والعينين هتتحرك. كمان بإمكانك تحرك الرياكشنات بتاعتك بتاعت الكاركتر، يعني ايه؟ تتحرك، تسلم، تتكشر مثلا كده. طيب خلينا مثلا نختار اي كاركتر منهم، وليكن مثلا ايه؟ دي برضو كويسة، دي لطيفة اصلا، دي اللي كانت طالعة في الاعلان. انا وليكن مثلا ايه؟ انا هختار دي اللي هي البنت الصفرا دي. تمام، انا حددتها. بعد كده هغير الباك جراوند. ممكن ان احنا نحاول ايه؟ نغير الباك جراوند، او ممكن نحاول نوصل الشخصية. كلمة الباك جراوند مكتوبة تحت في الشريط اللي تحت، انا ضغطت عليها وفي باك جراوند كتيرة ممكن ان احنا نتعامل معاها. للأسف برضو مش ممكن إن احنا نغير الباك جراوند ونحط باك جراوند من عندنا، لازم الابليكيشن موفره. وبصراحة هو موفر أصلا حاجات كتيرة موجودة فيه، يعني انت مش هتحتاج كاركتر أو مش هتحتاج باك جراوند أكتر من كده. حتى هو سايب لك الكرومة الخضراء. شايف؟ كان سايب لك الكرومة الخضراء ليه؟ عشان انا هاخدها بقى انا احطها انا على باك جراوند انا عاوزة اعمل لها مونتاج تاني. بس ليه وجع القلب ده؟ يعني ما هو في باك جراوند كويسة والكاركتر فيها، ومجرد ما تخلص الفيديو وتسجل عليه صوتك خلاص كده مبروك عليك، الفيديو تمام اشتغل. يبقى من هنا بنغير الباك جراوند. في تحت بقى تلاقي كلمة ايموشن او ايموجي. هنا بنتحرك من الرياكشن بتاعت الشخصية. الشخصية مش بتتحرك، اللي بيتحرك فيها ايه؟ عينيها وبقها. وبتحركوا ازاي؟ لما بيسمعوا الصوت بتاعها. طيب بالنسبة لحركة الجسم دي احركها ازاي؟ هل لما انا احرك جسمي بتتحرك معايا؟ لا برضو. امال احرك الرياكشنات دي ازاي؟ من خلال الايموجي اللي موجودة دي. عندها حالة لما تكون مبسوطة بشكل عادي، مبسوطة خالص، متفاجئة، بتعيط، او متنرفزة قوي. فكل واحد من الحركات دي ليهم شكل الكاركتر بتاعتك. يعني ممكن تحددها تبقى مثلا غضبانة وتحاول انك تتكلم فتسمع صوتك فتتكلم وهي غضبانة. فمن هنا تقدر تحدد الرياكشن بتاعتك. خلاص يبقى انت كده حددت الكاركتر بتاعتك، حددت الباك جراوند، واخترت الرياكشن اللي ممكن تكون موجودة عليه، وتضغط تسجيل. كده الفيديو بيسجل معك عادي كأنك بتستخدم اي فيديو عندك على الموبايل. وبس الموضوع بسيط، مفيش اكتر من كده. مجرد ما تضغط عليه ضغطة خلاص بيبدأ التسجيل معاك. ابدأ بقى سجل صوتك وركبه على الكاركتر بتاعتك، واختار الوضعية اللي عايز تكون فيها، عايزة تبقى مبسوطة، عايزة تبقى زعلانة كده، وابدأ اتكلم. لما بتطلع قائمة الإيموجي من تحت ما بتظهرش في الفيديو، خلي بالك. والحاجات اللي في الجنب دي كلها بتظهرش في الفيديو، مفيش أي حاجة بتظهر غير الكاركتر بتاعتك بس وصوتك اللي متركب عليه. حاليا أنا كنت بحاول إن أنا أتكلم أو أسمعها صوت وأشوف ردة فعلها ببقها. فأنا اخترت الإيموجي بتاعها إن هي تكون غضبانة وتتكلم وهي غضبانة. طول ما بتسمع صوتي طول ما هي بتحاول إن هي تتكلم. ممكن المشكلة اللي تواجهك بقى إيه؟ لو في مؤثر خارجي بره، يعني حد بيتكلم حواليك، بتقوم لقطة الصوت برضه وبتقوم إيه؟ محركة بقها عشان. فبرضه خلي بالك تبقى قاعد في مكان مفيش فيه دوشة وكده عشان إيه؟ يبقى الموضوع مظبوط. هنرجع نقول الموضوع كويس، كلها تطبيقات بتساعدنا، يعني بأبسط حاجة ممكن تستخدمها انك تعمل بيها محتوى. مش شرط مثلا ايه يبقى خلاص ما فيش الا في يوتيوب ستوديو، لا في برامج كتير على حسب امكانيات الموبايل بتاعك. طبعا هو البرنامج مش هقول ان هو خفيف قوي، ولكن هو بصراحة محتاج موبايل تكون راماته عالية شوية عشان يقدر يستحمل وما يعقدش معاك وهو بيسجل الفيديو. ولكن يبقى ان هو متاح لأجهزة كتيرة، هو متاح على الموبايل بتاعي عادي.
وأعتقد إن هو أفضل خيار لحل كل مشاكلكم الخاصة بتغيير الخلفية، وإن ما فيش أوبشنات كتيرة من تغيير الخلفية، وكذلك الكاركتر بتاعتك مش لاقي منها أوبشنات كتيرة سواء للبنات أو للأولاد، وكمان تسجيل الفيديو مني فيه كمان، يعني أنت مش محتاج تروح تعمل له مونتاج أو كده. لو بتعمل مثلا إيه ريلز على الفيسبوك أو بتعمل شورتز على اليوتيوب فالحجم ده مناسب ليك. لو مثلا عايز تعمل فيديوهات بالشكل الأفقي فعليك بقى وعلى الباك جراوند إنها تكون كرومة خضراء، وتبدأ إن أنت إيه تعدل عليها بعد كده بالمونتاج سواء بكيم ماستر أو أي حاجة تانية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم والتعريف عن التطبيق مناسب. مع السلامة.